بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا مع بعضنا هذا العصير اللي كيجي أكثر من رائع، واللي كيعطي واحد الكمية اللي هي كبيرة وطبيعي 100%. عندي واحد التفاحة كبيرة، وعندي واحد شوية المونغ. أنا هاد المونغ راني مخزناه في الثلاجة والحمد لله، كل ما خزنت يعني فنفعني دابا. عندي واحد البطاطا كبيرة، وعندي خيزوية كبيرة. غنجي نضيف معاهم واحد ساشية ديال الفاني، هذه كتوزن 4 غرام. عندي واحد جوج ليمونات كبار، وحده خليتها بالقشره وحده حيدت ليها القشره كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف معاه الماء، وغادي نطحنو في الماكينه، وغادي نخليه حتى يتصفى، وغادي نضيفو على المواد الاخرى. هنا بعد ما طابت لي بطاطا وخيزو، غادي نخليهم غير يبردوا، وغادي نبدا نطحن فيهم، نطحن كل شيء مع بعض. هنا عندي واحد جوج فرماجات حتى لثلاثة، تا هما غادي نستعملهم. وراه هذا راه كيخرج واحد الكميه اللي هي كبيره، وكيجي بنين بنين بنين. عندي هنا خديت هذاك التفاح والمونغ، غادي نضيف عليه العصير ديال الليمون بعد ما صفيته. ساهل ودغيا دغيا تيوجد، وتيعطي واحد الكميه اللي هي كبيره. هنا هذيك البطاطا وخيزو حتى هما طحنتهم، ومن بعد غادي نخلط كلشي. بالنسبه للتحليه كيفاش تحليه فكيرجع لك الاختيار. هنا خديت انا تحلاوت اللي غادي نحلي بها هاد العصير. وبامكانك انك تستبدلي هذاك المونغ، تستبدليه بالبنان. راه غادي يعني ما غتحتاجي كاع السكر، لا سكر لا حتى حاجه. وهنا ضفت واحد الفانيا صغيره 4 غرام. كيجي رائع رائع، كيعطي كميات كبيره. كنتمنى ان العصير عجبكم، وما تنسونيش من الاشتراك.